وده صراع اي فنان جواه يعني اه. كده. في فيلم تاني هو مش في القايمه، بس الفيلم ده برضو كان جريء بمناسبه احمد الفيشاوي، افتكرته بمناسبه احمد الفيشاوي دلوقتي برضو. بحبه جدا، اللي هو فيلم 45 يوم. اه انا ما لا شفتوش ده للاسف. لا، ده برضو فيلم حلو جدا. ده تأليف استاذ محمد حفظي. اه كان بجد. ما هو حفظي كان بيألف قبل ما ينتج برضه، اه. او وقت ما بينتج كان برضه في بعض الافلام بيألفها زي السلم والتعبان، كان اه. تأليف حفظي برضه. فكان تأليف استاذ محمد حفظي، وكان اخراج استاذ احمد يسري مخرج. ده برضه من الافلام الحلوه جدا، وكان من الافلام اللي فكرتها جريئه في الوقت ده، لان الفيلم بيتكلم عن شاب قتل ابوه وامه. امم. والمفروض ان هو بيروح قبل ما يروح السجن بيتعرض على المستشفى الامراض العقليه لمده 45 يوم عشان الدكتور يكشف عليه ويتاكد من قواه العقليه، اللي هو كان هشام امم. سليم. فبتعرف بقى مفاجآت ان هو اصلا ما قتلش ابوه وامه، مش عايز احرق لك، بس يعني في الاخر ما بتكتشف حاجات تحرقش، لا مختلفه هشوف. جدا، وان هو ملوش علاقه بالموضوع. بس لا، كان فيلم جريء جدا. فكره انك ان حد يحكي قصه ان ولد ممكن يقتل ابوه وامه، دي حاجه صعبه جدا يعني. صعبة طبعا. فكان فيلم طبعا. جريء برضه وقتها، بس افتكرته بمناسبه احمد الفيشاوي يعني. ايوه.